السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي، قناة نانا فضل، مخصصة للتورت والجاتوهات. رجعت لكم بفيديو جديد النهاردة إن شاء الله. هنعمل مع بعض فيديو حلو جدا مفيد جدا لأي حد عايز يحسن من دخل بيته. هنعمل مشروع حلو جدا جدا في البيت بمقادير بسيطة بتكلفة بسيطة جدا، وكمان هتربحوا منه ربح حلو قوي. خليكم مع الفيديو. بس الاول حابه افكركم لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك الجميل بتاعكم، ولو اول مره تشوفوا القناه اشتركوا فيها وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول وندخل على الوصفه بتاعتنا. اول حاجه ده الاسبونج بتاعنا ده عملته معاكم الفيديو اللي فات وعملته معاكم كتير في القناه. تمام. انا عملت سبونج كاكاو وسبونج فانيليا. اول حاجه ده سبونج الكاكاو اهوت. المقادير بتاعته ده ربع كيلو دي سبونج الكاكاو. خدت عليهم 3 بيضات ومعلقه صغيره من محسن الجل وربع كوبايه من الميه. حطيتهم في العجان وضربتهم لمده 7 دقايق لحد ما الخليط هش خالص. حطيته في صينيه مقاس 30 في 30 وحطيته في الرف الوسطاني. طبعا بكون مسخنه الفرن قبل ما بشتغل خالص. حطيته في الرف الوسطاني. قعد معايا بالظبط 10 دقايق لحد ما استوى، وسبت طفيت الفرن عليه وسبته لحد ما برد. وبعد كده بقى بغطيه واسيبه بقى اقل حاجه 3 4 ساعات لحد ما ابدا اشتغل فيه. تمام. او من بالليل لحد الصبح. كده قسمتها نصين 2، وكل نص قسمته على جزئين، واخد جزء كده واقسمه على مثلثات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، لان هعمل في علب مثلثات. تمام. اخد برضو الجزء التاني كده برضو واقسمه على نصين. طبعا الفرافيت اللي نازله دي كلها ده طبعا بتبقى وش الكيك، ما بنستخدموش خالص، بنتخلص منه عشان دايما بتبقى ريحه الزفاره فيه. خدت برضو النص التاني اقسمه على 2، وكل نص اقسمه مثلثين بالشكل ده. تمام. كده قطعت كل الكيك بتاعنا مثلثات خلاص كده بالشكل ده. لو انت حابه بقى تحطي الطبقه سميكه كده حطيها، لو حابه تقسميها على طبقتين ممكن تقسميها. انا قسمت الطبقه على طبقتين 2 برضو عشان يوزع معاكي. انا عملت الاسبونج الفانيليا، فقلت بعمل معاكم سبونج الكاكاو. انا كده خلاص باخد مقاس العلبه كده واحطها على الكيك، وبقطع على قدها بالظبط مثلث بيبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بس انا حسيت ان الطبقه يعني سميكه شويه، قلت لا انا هقسم الطبقه على طبقتين 2. عايزه اقول لكم ربع كيلو ده عمل معايا 15 علبه. طبعا الحتت المتقطعه من الكيك دي ما بنرميهاش، برضو بنحطها في قاع العلبه كده من تحت وما بيبانش معاكي كل ده. بترصيه بقى بالشكل ده. الحته الفاضيه اللي في العلبه كده بترصيها بالشكل ده كده، ما بيبانش معاكي خالص. لما بتحطي بقى بتيجي تحطي الطبقات التانية ما بيبانش. انا لقيت بقى الطبقه بصراحه يعني تقيله شويه، قلت هقسمها على نصين، فانا قسمتها على نصين بالشكل ده. بجيب برضو العلبه وبحطها كده بالشكل ده، ولو حته زياده برضو بقطعها بالسكينه. والحتت الفاضيه عندك بقى من الكيك اللي انت مقطعاه ده بتملي العلبه، يعني تحطي طبقه ما تكونش حتت فاضيه خالص في العلبه من تحت، يعني الطبقه كلها متساويه. هنرص بقى كل ده كده. عايزه اقول لكم بقى لما بتيجوا توزعوا بقى او تيجوا تسوقوا للمنتج بتاعكم، طبعا انا بنزل لاي سوبر ماركت لاي محل كده في الشارع عندك، بتسالي بتقولوا له انا بعمل الحاجات دي، انت تكوني عاملاها بقى ومصوراها على تليفونك. بتنزلي بقى للمحلات وبتوريه انا بعمل الشكل ده، انا بعمل كذا، انا بعمل كذا، وهم يتفرجوا بقى. حاولي برضو تهتمي قوي بحيث هو بيعجبهم الحاجات الحلوة هتعجبهم. ممكن بقى ياخدوا في الاول كل محل ياخد منك 20 كده ويتعاملوا معاكي. كل ما بيخلصوا انت بتنزلي لهم بقى كل يوم. وتحاولي دايما يعني تظبطي تخلي الشكل كده بتاع العلبة جذاب عشان كله يطلب منك. تمام. ده اول خطوة هتعمليها. بتعملي طبعا علبتين 3 في البيت زي ما انت عاوزة كده وتصوريهم. بتنزلي بقى يعني تفرجيهم للمحلات. المحلات هتطلب منك بقى النهارده عايزين كذا، النهارده عايزين كذا. فما شاء الله كل بقى ما بتعرفي محلات اكتر وبتوريهم المنتج بتاعك، كل ما شاء الله ربنا هيوسع عليكي في الرزق. تمام. دي اول خطوة بتعمليها. انا خلاص عبيت العلب بتاعتي كلها بالشكل كده. عملت برضو ما شاء الله 15 علبة سبونج كاكاو. وسبونج الفانيليا طبعا انا كنت عاملاه نص كيلو دي سبونج، عمل معايا 30 علبة. تمام. يبقى ربع كيلو بيعمل 15 ونص كيلو بيعمل 30 علبة. هنعمل بقى الكريمة بتاعتنا. طبعا دي اهم خطوة لازم تتبعيها. عشان تعملي الكريمة لازم تجيبي كريمة نظيفة، تكون نظيفة طبعا، عشان خاطر لما اي حد يدوق المنتج بتاعك يلاقيه طعمه حلو كده طبعا هيجر منها مرة واتنين وتلاتة. فطبعا تجيبي الخامات النظيفة. انا جبت كريمة هايبر. حطيت كوباية بمقام ربع كيلو، كوباية اللي هي المعيارية ديت ربع كيلو. حطيت عليها كوبايتين 2 مية. حطيت عليها ربع كوباية من السكر. حطيت برضو نقطة فانيليا صغيرة. تمام. هقلبهم كده بايديا وبعد كده احطهم في العجان لحد ما يهيشوا معانا. حلاوة كريمة
كريمة هايبر اللي هي بدون سكر، اللي هي الكريم جانتيه هايبر بدون سكر. ده ما شاء الله لما بتعمليه بيوزع معاكي كمية حلوة قوي، يعني ربع كيلو بسم الله ما شاء الله كفت معايا. شايفين ما شاء الله كمان متماسكة وحلوة معاكي، مش سايحة مع بعضها ولا اي حاجة. انا بحب النوعية دي جدا جدا. هي غالية شوية بس بصراحة طعم وبتديكي قوام كتير، يعني بتوزع معاكي كتير. عشان تبقى سهلة بقى معاكي وانت بتوزعيها، بتحطيها في كيسة حلواني. بتسقي الاول الكيك بتاعك بالشربات. الشربات زي ما قلت لكم عبارة عن كوباية سكر على كوبايتين 2 مية على نص ليمونة، بتحطهم على النار لمدة 5 دقايق يغلوا كده، وبعد كده بتضيفي معلقة فانيليا صغيرة في الاخر، وتسيبيه بقى لحد ما يبرد معاكي خالص، وبعد كده استخدميه. حطيت طبقة كده من الكريم جانتيه، وبرده بالمعلقة بحاول اسوي الوش كده عشان يبقى سطح ناعم معانا. برده بنسقي بالشربات ونحط طبقة برده من الكريمة. حطي برده طبقة كده مليانة، تحاولي تملي العلبة، ما تخليش العلبة يعني خفيفة. حطي طبقة كده محترمة من الكريمة برضو بظهر المعلقة، بتسويها كده. لو عندك سباتيول بتسويها، بس طبعا احنا ايه يعني بنحاول نبسط كل حاجة. ظهر المعلقة كده بيسوي لك العلبة كويس كده. تمام. جبت كيسة كده من اكياس الحلواني وحطيت فيها شوية كده من صوص الشوكولاتة، وكيسة تانية برضو حطيت فيها شوية من الكراميل. صوص الكراميل برضو جايباه من عند مستلزمات الحلواني. لو عايزين برضو تعرفوا فيديو المشتريات والاسعار وكل حاجة، هنزل لكم برضو الرابط بتاعه في صندوق الوصف، هتلاقوه على القناه برضو محطوط. تمام. عملت كده خطوط من الكراميل وخطوط من صوص الشوكولاته بالشكل ده، وهعمل برضو خطوط من الشوكولاته كده. صوص الشوكولاته ده سهل جدا برضو، طريقه اقتصاديه جدا، ان شاء الله هنزلها لكم. بس انا عملته فيديوهات كتير على القناه برضو، ادخلوا كده وخدوا جوله كده في القناه. بجيب بقى عصايه خله وبعمل خطوط طوليه بالشكل ده. شايفين ما شاء الله بقى شكلها حلو قوي، كمان الكاميرا مش موضحاه. مشروع سهل جدا وان شاء الله هتربحوا منه. عايزه اقول لكم بقى العلبه ديت تكلفتها عليا 6 جنيه ونص، انا ببيعها ب8.5. تمام. يعني ما شاء الله في العلبه مكسب 2 جنيه. شوفي بقى لو هتطلعي 100 علبه في اليوم يبقى 100 2 في 100 ب200 جنيه، وانت في البيت ولا بتروحي ولا بتيجي، وربنا بييسر لك الامر. وطبعا كل ما بتوزعي في محلات اكتر كل ما ربنا هيوسع الرزق عليكي، وربنا هيكرمك اكتر واكتر. ده ما شاء الله ده الاوردر بتاعي النهارده. طبعا عامله بالشوكولاته وعامله بالفانيليا. يا رب بقى يكون فيديو النهارده عجبكم. يا ريت بقى لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك الجميل بتاعكم. وطبعا في تاريخ الصلاحيه لازم تحطوه على العلبه كده. يعني عملتيه النهارده بالليل، اكتبي تاريخ بكره. يعني انا عملته يوم 3/2 بالليل، عملت عليه تاريخ الصلاحيه بتاعه 4. تمام. دايما بتعملي تاريخ الصلاحيه ده دايما بيبقى مطلوب وانت بتوزعي الحاجه في المحلات. يا رب بقى يكون فيديو النهارده عجبكم. اوعوا بقى لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك الجميل بتاعكم، وكمان اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس على كلمه الكل عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلكم اشعار بان انا نزلت فيديو. اشكركم على المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بحبكم في الله.